اهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات عبد الحميد وجهاد ونسوم. وحشتونا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. بنغيب غيبتنا وبنرجع بهيبتنا، معلش سامحونا. طبعا انتوا عارفين بقى المدارس بدأت واحنا مشغولين مع الولاد والدروس والمذاكرة. فالنهارده بقى جاي لكم في فيديو جديد وفرحة جديدة وحاجة حلوة جدا. وعيلتنا بقى زادت مولود جديد، ونقول ألف ألف مبروك. يعني يا حبيب قلبي، ربنا يفرحك بيه يا رب كده ويتربى في عزك. رحيم، كريم، جمال، محمد رفعت الفلاح، اللي هو يعني آه، بص خلاها مفاجأة. انا دلوقتي هعرض لكم بقى، احنا نزلنا عشان نجيب السبوع بتاع المولود. فانا حبيت اوريكم بقى واشارككم معايا كل حاجة. طبعا بنفرحكم وبنقول لكم كل حاجة احنا بنعملها. بس قبل بقى ده كله ما تشتركوا ما تنسوش بقى تشتركوا لنا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وسامحونا بقى الفترة اللي احنا مش بننزل فيها فيديوهات، والله احنا مشغولين جدا يا جماعة. بس النهاردة بقى حبيت اعرض لكم، احنا نزلنا واشترينا السبوع والحاجات بتاعتنا. طبعا احنا هننزل لكم حلقة تانية واحنا بنعبي السبوع وفرحة العيلة، ونوريكم بقى كل حاجة ان شاء الله مع بعض. بصوا يا جماعة الجمال اهو. طبعا علشان المولود بيبقى ولد بقى، طبعا اللون الازرق بيبقى معروف ان هو بيجي ده في السبوع. اهو جبنا دي شكل عجلة كده بغطا، يعني عجلة ومعاها ثبت كده من ورا، وده غطا اهو بيتحط فيه السبوع من الداخل اهو. وده شكل تاني من العجل برضو، حبينا نشارككم كده معانا اهوت. وكمان جبنا على شكل عربية اهو يا جماعة. بصوا الجمال، اللهم بارك، حاجة جميلة جدا ما شاء الله، وحاجة يعني فوق الخيال اهو. طبعا جايبين من الحاجات دي كميات، بس احنا حاطين لكم بقى ايه عينات كده بنعرض لكم احنا جبنا ايه. بصوا يا جماعة، دي على شكل بونبوني كده بتتفتح وبيتحط فيها السبوع. بصوا يا جماعة الجمال، ربنا يا رب يفرح الناس كلها ويرزق الناس بالذرية الصالحة يا رب، ويدي كل اللي مشتاق يا رب كده ان شاء الله. كمان دوت مصحف اهو، الواناته كلها اهي ما شاء الله، جميل جدا. دي بقى العرايس اللي هي البوي، يعني احنا شكلنا كده تشكيل حلو جدا. ده يا جماعة مش اللي هو الجبس، لا ده المستورد النظيف. تمام، شكلها حلو جدا وعجبتني اهو. بصوا يا جماعة، اللي حابب بقى يعرف الاماكن بتاعت الحاجات ديت، احنا صورنا لكم حلقة في المحل اللي احنا جبنا منه، هتعرفوا العنوان والتفاصيل وكل حاجة. حتى لو حد مش عارف يوصل بالعنوان، بيتصل بيهم على الرقم في قلب المحل، وحد بيخرج بيجيبكم من بره وتجيبوا احلى اسبوع واحلى حاجة. بالمناسبة المكان ده مكان جملة، يعني اسعار جملة. بصوا يا جماعة، بصوا الجمال، يا رب ان شاء الله يعجبكم كده اهو. بحاول اصور لكم كده على قد ما اقدر علشان حاجه تبان. كمان دي على شكل ببرونه كده اهو. بصوا يا جماعه الجمال، شكلها حلو قوي قوي اهي. طبعا الحاجات دي بتتفتح وبيتحط فيها السبوع بقى من جوه بتتلف. طبعا مش هنحرمكم من الحلقه دي، وهنوريكم احنا بنعبي السبوع وهيبقى الشكل ايه. ده شكل حصان اهو، شكله جميل قوي قوي بصراحه. ودي حصالات اهي عشان الاطفال برضو بتفرح، يعني كل بيت هيروح له مثلا اسبوع ويلاقي الحصاله دي الاطفال بتفرح بيها، وبنشجعهم بقى ان هم يحوشوا. بصوا يا جماعه، يا رب كده كل حاجه تعجبكم ان شاء الله. انا بحاول اعرض لكم اهو. طب احنا جبنا ايه تاني بقى معانا؟ بصوا يا جماعه، السوداني بقى، عايزه اقول لكم الراجل كان لسه يعني مطلعه سخن ما شاء الله. جبنا حاجه فريش كده وحاجه حلوه عشان يبقى طعمها حلو اهو. وكمان جبنا توفي اللي هو الفواكه انواع كتير اهو.
برضو جبنا الشوكولاتة اهو يا جماعة، يعني جبنا انضف حاجة ما شاء الله. بصوا يا جماعة الجمال. وكمان جبنا اللي هو التوفي دوت وكراميلا اهي. وكمان جبنا نوع تاني من الكراميلا والملبس. حاجات كتير احنا جبناها، بس احنا يعني ايه المكان مش واخد، فاحنا بنحاول ان احنا ايه نوريكم عينات من الحاجات اللي هي ايه اللي احنا جايبينها. طبعا احنا بنشارككم معانا لحظة بلحظة كده، علشان لازم تفرحوا معانا ولازم تبقوا معانا في كل حاجة. اهو ده شمع برضه اهو، ده بيتحط جوه الاكياس بتاعة الفشار اهو. كمان بقى هقول لكم على حاجة حلوة قوي هتعجبكم برضه، وممكن في ناس كتير ما تبقاش عارفة. بصوا يا جماعة، دي الاكياس اللي بيتعبى فيها الفشار. تمام. الكيس من ده بيبقى حوالي 5 دست او 4 دست، يعني حوالي مثلا 200 كيس، اللي انا جايبه 4 اكياس او كده. ديت الشنط اللي بيروح فيها طبعا السبوع للناس اهو. ايه رايكم؟ قولوا لي بقى. نيجي بقى على اهم حاجه، ده ايه يا جماعه؟ دوت اللي هو الطل اللي المفروض ان احنا بنحط فيه التحف وبنغلف بيه اللعب والحاجات دي. طيب انت جايبه لي كده، هو المفروض ان هو بيبقى جاي مربعات كده، بس انا لما رحت سألت قالوا لي مثلا الدستة بتبقى غالية، يعني ممكن الدستة مثلا تبقى بمبلغ وقدره. طب انا ليه اشتريها؟ انا بما ان انا عندي ورشة اصلا وبصنع عرايس بتاعة رمضان بتغني وبتنور، فانا المفروض عندي من الحاجات دي تواب او كده اهو. تمام. لكن اللي ما عندوش بقى في حارة اليهود هناك، في ناس بتبيع الاتواب بتاعة الطل دي، بدل ما تروحي تجيبي مثلا دستة ب48 او حاجة و30. طب انا ليه اعمل كده؟ انا ممكن اجيب المتر من ده، يعني بيبقى متر يعتبر دبل، اتنين مع بعض هيعمل لك حوالي دستة ونص او دستتين، وبس ب20 جنيه، مش غالي ولا اي حاجة اهو. انا جايبه الابيض وجايبه الازرق. طبعا ده انا هقطعه مربعات كده على اساس ان احنا نعبي فيه السبوع وكده، ده بيوفر معانا كتير جدا. كمان يا جماعه عايزه اقول لكم مش اي حد تدخلوا عنده تجيبوا السبوع، لاني عايزه اقول لكم في ناس ما عندهاش اي ضمير خالص. بتروح انت بتسأل على سعر القطعه، بتلاقي مثلا وليكن مثلا انت اخترت قطعه ثمنها 5 جنيه او 6 جنيه او 7 جنيه، على حسب يعني الشكل اللي انت هتاخده. فبيقول لك القطعه دي انت عايزها فاضيه ولا عايزها مليانه. ففي حاله لو انت عايزها مثلا مليانه، فبيقول لك عليها سعر ايه، سعر مثلا بسيط او كده، بس بيجمل لك بقى عليها حاجات تانية. يقول لك ده انا حطيت لك مش عارف سلوفان، وحطيت لك مش عارف عبوه وحاجات وما اعرفش ايه. تفوجئ ان انت ممكن تبقى جايب مثلا حاجات بحوالي 1000 جنيه، تلاقيه قايل لك الحساب كده مثلا 2500. طب ليه 2500؟ حاجات اصلا انت المفروض ما تدفعش تمنها، اللي هي زي سلوفان او زي مش عارف ايه او كده، حاجات تانية. بس احنا عشان الحمد لله يعني ربنا كده دايما بيقف معانا. ربنا كرمنا بناس محترمة. المحل اللي احنا رحنا اشترينا منه راجل بيعرف ربنا وعنده وضوح، وقال لنا جماعة بصوا انا لو انت عايز الحاجة فاضية دي سعرها كذا، سعر السلوفان لوحده كذا، ده كذا ده كذا. بصراحة ما يعني ما اجبرناش ان احنا ناخد حاجة غصب، او مثلا ضحك علينا في سعر حاجة او كده. يعتبر انا جايبة كل قطعة بسعر الجملة، يعني ما حطش عليها بقى مثلا زي ما ناس بتنصب او كده. لا بصراحة ربنا هو شرح لي الوضع، يعني زي يعني ايه ما الكتاب قال زي ما بيقول، على اساس ان انا بقى انا ليا حرية الاختيار اشوف انا عايزة ايه او هعمل ايه او كده. ناس محترمة جدا. طبعا انا قررت ده على ان انا دخلت كذا محل هناك، وبصراحة في ناس ما عندهاش ضمير، ممكن تقول لك الحاجات دي رخيصة وانت تاخد وتعبي، وتفوجئ لما تروح البيت تلاقي الحاجات ناقصة وواخد منك مبلغ كبير. طب انت هترجع له تقول له انا لقيت الحاجات ناقصه، هيقول لك لا انا سلمتك الاوردر وخلاص انا مش مسؤول عنه. فكل الفكره ان احنا بنتكلم عليها يا جماعه، فكره ان في حد بيراعي ضميره وبيخاف ربنا، وفي ناس لا. فبصراحه ربنا الراجل ده محترم جدا، وانصحكم ان انتوا تروحوا تجيبوا من عنده السبوع. حاجته جميله جدا وعنده اسطمبات جميله. وبرضو المفاجأة اللي عنده ان الورشة هي اللي بتصنع الحاجات دي عنده، يعني هو يعتبر في حاجات بيستوردها على اسم المحل بتاعه، وفي حاجات هم بيصنعوها بنفسهم. لو انت حابب حاجة معينة عجبتك مثلا او كده،
يقدر يعمل لك منها بكميات. طب انا عايز حاجه معينه مثلا مش موجوده زي الحاجه الجاهزه اللي عنده، هو بيصممها لك زي ما انت عايز. فدي الحاجه الحلوه قوي اللي عجبتني. وانا حبيت بقى لما جبت السبوع افرجكم انا جبت ايه وعملت ايه، عشان انتوا عارفين احنا بنشارككم لحظه بلحظه معانا اهو. اهو يا رب بقى قولوا لي كده رايكم ايه في التعليقات، وانا عرفت اجيب السبوع ولا هل في حاجه مثلا مش مظبوطه او ايه. اقتراحاتكم ايه؟ لو حد عنده مكان كويس يعرفنا. طبعا عايزين نفيد بعض يا جماعه، كل اللي يعرف مثلا مكان رخيص مكان كويس حاجته وجودته عاليه، نفيد بعض يا جماعه، مفيش مشكله خالص. وانا طبعا مكاني بحب اشكر الناس المحترمه اللي احنا رحنا جبنا من عندهم السبوع، ناس محترمه جدا وبجد يعني بجد عندهم مصداقيه ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم يا رب ويوسع في رزقهم. بصوا يا جماعه الاكياس دي بقى اللي طالعه جديده بتاعت الفشار اهي. تمام. فانتوا قولوا لي بقى ايه رايكم في التعليقات، والسبوع عجبكم ولا لا، وانا عرفت اختار ولا ايه الموضوع، يعني قولوا لي كده مع بعض. يا رب كده يكون عجبكم ان شاء الله. واستنوا مني بقى الحلقة الجاية، حلقة واحنا بنعبي السبوع، هنجيب لكم شكله وهو متعبي وجاهز، وهوريكم برضو الطل ده انا بقصه ازاي. عشان لما تيجي تجيبوا ده، اما تيجوا تقصوا الطل هاتوا اكبر قطعة من السبوع اللي انتوا اشتريتوه وتقصوا على قده، على اساس ايه؟ ان انتوا تعرفوا طبعا تطلعوا الحاجة مظبوطة. تمام. كمان بقى المفاجأة الحلوة بقى ان احنا برضو نزلنا نجيب اللبس بتاع المولود اهو. اهو بصوا يا جماعة، جبنا سوربتات حلوة جدا، برضو ناس متعاملين معاها ناس محترمة جدا. منبع جملة، جبنا حاجات جميلة، دي يعتبر شتوي اهو. يعني مثلا بدل ما اجيب من المحل مثلا غالي، يعني المحلات اللي هي موجودة عندنا دي، لا احنا بنروح منبع الجملة نفسه بنجيب الحاجات اللي بتعجبنا بالاسعار اهو. بصوا يا جماعة، حبيت اشارككم بقى معانا. اللي عجبني اكتر بقى دي البدلة بتاعت السبوع. بصوا، بصوا الجمال، ده طقم على بعضه، يعتبر سلوبيتا وطاقية وفي كوفرتا ورا برضه اهي، ما شاء الله جميلة جدا جدا. ونحب كده نقول ألف ألف مبروك للمولود الجديد، يا رب كده يفرحك بيه وتفرح بيه يا رب كده، وإن شاء الله يكون خير. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركونا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ونقول لكم مع السلامة، مع السلامة. يعني أنا